اكتر حاجه ممكن تسعدك في الدنيا لما تبقى عارف انك داخل على اكله جامده زي دي. ابو قير ارض الاسماك، وبما اننا في ارض الاسماك فاحنا ما ينفعش نبقى فيها وما نعديش على 7 سيز. 7 سيز من ضمن اكبر واشهر الاماكن اللي موجوده في ابو قير باكل اسماك البحر، واللي هتلاقي فيه اكتر اسماك البحر مشهوره واللي ممكن تعرفها وما تعرفهاش، واللي حرفيا هتبقى واقف قدامها ومش عارف تختار ايه ولا ايه. والمكان هناك نظام فرنسي 100%، وهو انك تختار الاكل اللي انت عايزه بالوزن او بالجرامات، وكمان بالتتبيله وبالشكل اللي انت عايزه. واللي هيبسطك اكتر وانت بتاكل ان القعده هناك بفيو كامل على البحر، والمكان كمان فيه اكتر من قعده سواء في الصاله او في الاوبن اير او كمان في الجاردن. نيجي بقى للمهم، تتبيله السمك عندهم واختراعاتهم في الاكل عامله كده زي الخلطه السحريه اللي بينفرد بيها المكان، واللي فعلا هتلاحظها في كل صنف هتاكله. زي السمكه المقليه دي كانت كريسبي قوي، وممكن كمان تختارها مقليه بالفيجيتار سواء حار او عادي، وكانت مستويه كويس جدا واللحمه بتدوب في بقك وانت بتاكلها. العظمه دي بقى سمكه مشويه على الفحم، وطعم الشوي والريحه كانت مخلياها في حته تانية، واللحمه كمان كانت واخده ريحه الفحم وناعمه جدا. ودي كانت مكرونه وايت صوص بيتحط عليها طبقه من الجبنه الموتزاريلا وقطعتين من بلح البحر وعليها كابوريا. كل ده بيدخل في الفرن يسيح كده على بعضه ويطلع بالشكل ده. ممكن يجي مع ناس وممكن ما يجيش مع ناس، سواء ممكن يبقى صنفين ثلاثه اخف من كده شويه. وده بقى كان الطبق المقرب الى قلبي، وده كان عباره عن جندوفلي وبلح البحر، وحرفيا الطبق ده تتبيلته كفيله تطيرك فوق السما من حلاوه وجماله الطعم. ومع اني كنت اول مره اكل بلح البحر بس عجبني قوي، والجندوفلي ده كان حوار يا جدعان. الجمبري البتر فلاي ده بقى يتقال عليه مواويل، وده لانه بعد ما بياخد له شويه كده على الجريل بيطلع ويتحط عليه صوص البتر فلاي، واللي بتخليه من كوكب تاني، وبيطلع كمان مستوي كويس قوي وغرقان في الصوص بتاعه. والطاجن ده تقريبا فيه كل انواع اسماك البحر زي الجندوفلي والسبيط وبلح البحر والكابوريا والجمبري. بص عد زي ما انت عايز. وفي الطاجن ده حاطط كل الميكسات اللي عنده او كل الاصناف اللي عنده. هو لو كان الموضوع ده او الميكس ده من صنف او صنفين كان ممكن يكون افضل من كده، فالميكسات بصراحه ما جاتش معايا قوي. عايز اقول لك ان طبق الشوربه ده بقى ممكن تشرب منه 3 4 اطباق كده وما تشبعش منه، وده بيبقى عباره عن جمبري وجندوفلي وبلح البحر ومتمكس مع الكريمه، وبيخلي طعمه في حته تانية. ده غير اطباق السلطات والكافيار وبابا غنوج واللازم منه والحبشتكنات الحلوه. حرفيا المكان هناك جامد قوي ويستاهل انك تجربه. ما تنساش تعمل سيف للفيديو وسلام.